سلام العائله، كي دايرين الحباب الاصدقاء المهمات؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مع نهار جديد وفيديو جديد غنشارك معكم واحد البسطيله صراحه على غفله وصافي. البسطيله هذه ما ممكنناش موجودين ليها، جاو عندي شي ضياف ايوا داكشي علاش نتصايبتها بالزربه. غنشارك معكم هاد البسطيله ديال الزربه اللي كيكون ما عندكش الوقت كاع وما كتكونيش مساليه، غتوجدي هاد البسطيله بعينك مغمضين وسهله. هنا انا ما وريتكمش يعني شنو درت فيها. هي سهله، كطيبي الدجاج كديري البصله، التوابل اللي كنطيبوا بهم ديما كديروا معاهم السمن وهذا والزعفران شعره وصافي، والثومه والربيع وداكشي العطريه اللي كنطيبوا بها ديما. كنديروا الدجاج يطيب والزيت وكلشي، راكم عارفين شنو كنطيبوا باش كنطيبوا، راكم عارفين داكشي اللي كنطيبوا ديما يوميا حنا كنديروه. كنزيدوا غير السمن وصافي وشويه زعفران شعره وصافي، وكنحيدوا داك الدجاج كنخليوه حتى يبرد ونفرتتوه، نحيدوا له العظومه والجلود وداك الشيء، وكنرجعوا داك البصيله اللي كتكون بزايد. البصيله اللي كنديروا بصله بكميه كبيره شويه، ندير تقريبا واحد الكيلو صافي. هنا كنفرتتو الدجاج وكنديروا داك البصله تدغمر لينا، كنزيدوا عليها البيض اللي كافي. البيض شحال ما بغيتو تزيدوا راكم كديروا البيض، يا 5 يا 6 يا 7 يا على حسب افراد العائله نتوما كديروا. كتخليو داك البصله والبيض حتى كينشف مزيان مزيان وصافي، وكتحيدوهم وكديرهم في شي صفايه باش يهبط الا بقى شي الماء اللي فيها. صافي كنخلطوه مع داك الدجاج وصافي. هذه هي البسطيله ديالنا ديال الزربه، مزروبه ودغيا دغيا كتجي واعره. عندي هنا اللوز افيلي. كان عندي الصراحه انا ما طحنت ما وجدت كما قلت لكم، كلشي اللي كان عندي في الدار هو هذاك. درتو من الفوق، درت واحد الكميه اللي بسيطه ماشي بزاف. تقدروا ما ديروش، تقدروا ديروا الشعريه الصينيه، ديروا اللي عجبكم. هنا درت النص ديال الحشوه او النص ديال الدجاج وداك الشيء، ودرت اللوز وزدت عاوتاني النص الاخر، درت شويه ديال القرفه من فوق الدجاج، كتعطينا واحد النسمه رائعه. هاد البسطيله هذه غير جربوها غادي تعجبكم. انا قلت لكم التفاصيل اللي درت فيها، يعني الطياب كما قلت لكم عادي كنطيبوا عادي، غير كنزيدوا السمن والزعفران شعره وصافي. هنا كنغطيو البسطيله ديالنا على هذا الشكل، كلشي كيعرف يلمط او يقاد البسطيله. وكنديروا الزبده، ضروري الزبده ملي كنكونوا كنلمطوا فيها او كنفينيو فيها، كنديروا الزبده مزيان، كتكون عندنا مذوبه الزبده مع شويه الزيت. ما ديروش الزبده بوحدها باش ما كتجمدش لكم في المقله او في كاسروله، كل مره كتبقاو تذوبوها واحد شويه معها ديال الزيت وصافي. وكتبقاو كتلمطوا بحال هكا، كتخشيو الجناب يدخلوا حتى كتكونوا يعني قاديتوها مزيان من الداخل. انا هنا تقريبا شي كيلو الا ربع اللي دخل ليا في هذه البسطيله هذه ديال الورقه. عاد غادي ندير لها واحد جوج ولا 3 من الفوق، غير كزواق وصافي. على هذا الشكل كنلمطوها مزيان مزيان، ما كنخليو حتى شي حاجه كتبان لينا، وكنعمروها بالزبده من الفوق، كندهنوها مزيان مزيان. وهذه هي البسطيله ديالنا، كندخلوها للفران حتى طيب مزيان وكنخرجوها. قبل ما ندخلوها للفران كنديروا لها الطريقه هذه، كنجيب الورقه وكنجمعها بحال اللي غادي نجمعها، وكندير وحده من هنا وحده من هنا وحده من هنا وصافي، وكندهنوهم بالزبده مزيان مزيان وكندخلهم الفران حتى كيتحمروا، وكنخرجوهم وكندردر عليهم شويه ديال اللوز افيلي من الفوق وشويه القرفه. بغيتو ديروا سكر كلاصي ديروا، بغيتو ما ديروش. انا الصراحه ما عنديش مع البسطيله حلوه بزاف، كنبغيها ما تكونش حلوه، تكون غير داك الملوحيه ديالها صافي، ما نبغيهاش تكون معسله او لا حلوه بزاف. بغيتو تدردروا عليها شويه ديال العسل من الفوق ديروا، انا خليتها هكاك جات بنينه وجات رائعه، رافقتها مع الشليضات الضيوف ديالي. هنا غادي ندوزو نصايب لكم واحد التحليه حتى هي اللي كتجي رائعه وزوينه بزاف، سهله واقتصاديه. هنا عندي نص لتر د الحليب، وعندي بيمو هيرنيس، تقدروا ديروا اي بيمو عجبكم، وعندي جوج ديال الفلون ديال الشوكولاط. صافي هنا غادي نبدا نرطب داك البسكويت ديالي في الحليب. كما شفتوا معايا انا درت واحد الكاس ديال الحليب هنا، غادي نرطب به ومن بعد غادي نديرو في هاد التحليه هذه. كنبقاو نديرو بحال هكا بيمو او البسكوي، كنرطبوه في الحليب ونستفو في هاد المول
اي مول عجبكم نتوما اللي يعني اللي عندكم راكم كتقضيو به، تقدروا ديروهم فرديين في الكيسان الا بغيتو ديروهم في الكيسان. انا درتو يعني عائلي ناكلوه منه هكاك ما من تما، او نديرو في الطبيصلات اللي بغيتو. صافي هنا استفت البسكويت ديالي اللي رطبته في الحليب. كندوز ندير هنايا الفلون في الكاسرونه، ونديرو واحد المعلقه ديال النشا مع داك الفلون، وكنزيدو الحليب، نص يطرود الحليب اللي قلت لكم، وغادي ندير واحد الطرف ديال السكر. انا ما كانتش عندي سنيده، هنا درت السكر ما نحليوش بزاف حيت بيمو راه حلو او البسكوي. هنا ديتو فوق البوطه حتى بدا كيغلي ليا صافي، وكنحيدو وغادي نصبو على داك البسكوي وهو سخون على هذا الشكل. منه كيرطاب لينا البسكوي ومنه يعني كيشد راسو الفلو ديالنا. صافي غادي نخليوه هنا حتى يبرد لينا، وغندوزو نديرو واحد الكريمه او كلاصاج اللي كيجينا من الفوق. هنا غادي نستفو البسكوي اللي بقى لينا. انا درت 5 ديال البسكويات ديال هذا ديال هيرنيس، تقدروا ديروا اي واحد اللي بغيتو كما قلت لكم. انا درت 5، درت 3 في التحت وخليت 2 درتهم من الفوق. صافي هنا غادي نديرو فوق داك التحليه، وغندوز هذا الكلاصاج هذا. غندير البودره ديال الكاكاو، ساشيه ديال بودره الكاكاو اللي كتكون من نوعيه جيده باش يعطينا حتى ديك المروريه زوينه. عندي هنا كاس ونصف ديال الماء، وكنخلطو مزيان داك الكاكاو مع الماء. الماء هو بارد، عاد غادي نديوه للبوطه باش يغلي لينا. غادي نضيفو السكر على حسب الذوق، ما تكتروش الحلاوه. انا درت غير واحد شويه ما كترتش، على حسب نتوما واش كتبغيو الحلاوه ولا لا. هنا ديتو فوق البوطه حتى غلى ليا. غادي نبقى نكبو فوق داك البسكوي وغير بشويه باش ما يهبطش ليا، باش ما يخسرش ليا، يعني خصو يجي غير من الفوق على هذا الشكل. وغادي يرطب حتى داك البسكوي ما يبقاش قاصح. صافي هنا غادي تبقاو مره كتهبطوا في داك البسكوي هكا غير باش يهبط لكم. ملي غيرطاب غيهبط، واخا حتى كيبقى باين راه كيجي زوين. وهذه هي التحليه ديالنا، شوفوا معايا كي كتجي. وضروري ديروها في الثلاجه تجلس واحد 3 السوايع حتى تبرد مزيان وتشد راسها. وشوفوا معايا كي كتجي هاد التحليه هذه رائعه، تقدموها مور الاكل او هكا في الحال سخون تبردوا بها، راه كتجي غزاله وسهله وفي متناول الجميع. والبسطيله اللي كتجي خطيره، غير جربوها حتى هي غادي تعجبكم ان شاء الله. بسطيله ديال الغفله، وكنتمنى تجربوها وما تنسونيش الاشتراك في القناه. والى اللقاء.